تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قصة الشاب الليبي عامر المهدي الذي كان يستعد للسفر لأداء مراسم الحج قبل أن يواجهه سلسلة من الأحداث غير المتوقعة في المطار. عند محاولة صعود الطائرة منعت السلطات عامر من السفر بسبب مشكلة أمنية في جواز سفره. أقلعت بباقي الحجاج، بقى عامر وحيدا ينتظر في المطار، وفجأة عادت الطائرة مرة أخرى إلى المطار بسبب عطل مفاجئ. طلب من الطيار فتح الباب لاستقبال عامر، رفض صعود الحج. أقلعت الطائرة للمرة الثانية، خلل فني جديد أصاب الطائرة أجبرها على العودة مرة أخرى، وهذه المرة الطيار قال والله لن أقلع حتى يركب الحاج عامر. وهذه المرة الطيارة غادرت بسلام وهدوء بدون أي أعطال وبدون أي شيء، وذهبت إلى الديار المقدسة. البعض اعتبر أن ما حصل وكأنه إشارة من الله سبحانه وتعالى أنه أخذوا هذا الحاج ولا تعفوا بالمطار. السلام عليكم، أنا الحاج عامر المهدي منصور، حجاج عن منطقة جنوبية، وقالوا لنا موعد الطائرة الساعة 12. توكلت للمطار زي الحجاج، وقال النية ماشي بيت الله إن شاء الله. أول ما جيت المطار ولا الوفود الحجاج تجي المطار ويستقبلوا فيهم استقبال تبارك الله، اللهم صل على النبي. خلاص جيت في الأخير في المطار محسوب آخر مجموعة، وين جيت خذيت زواجي قال لي عندك مشكلة أمنية في الزواج لكن بسيطة تنحلها لك. الحجاج داخلين كملوا لهم مجرياتهم وركبوا في الطائرة. الكابتن قال بنطلع ما بنستنى، خلاص سكر باب الطائرة وطلع. جاني بتاع المدير الأمن المطار قال لي لو إن شاء الله غارب إن شاء الله ما يقاسمت لي. قلت له إن شاء الله الطائرة ما تطير توجي في ماشي بيت الله ناوي النية. خلاص ردوا قال الطائرة عطل. كلموا الكابتن افتح السلوم بتاع الطائرة، خلي السلوم يجي يرفع الحاج اللي قاعد. قال ماني فاتح الطائرة محركها والع. وجاي نفسه مدير الامن قال لي ما تكدر بالك ربك ما قسمت لك. قلت له والله منادي ماني مروح المطار. طارت مرتين ما ردت من جديد. كابتن قال لهم والله ماني راكب كما جبتوا لي عامر. تو احنا في بيت الله الحمد لله يا رب. لو جالك صداع تخيل نفسك قدام الكعبة والدنيا فاضية ومحطط دماغك في الحجر الأسود، هيحصل نفس التأثير كأنك قدامه بجد. في عالم الطاقة هو اللي في عالم المادة، بل الطاقة أعلى كمان. أنا كنت ساعات لما أكون مرهق جدا ونايم كنت بتخيل بقى مش حجر الأسود، لا على الأقل الحجر الأسود يعني سوري في اللفظ يعني كلمة رخمة شوية، بس أنا اللي بحب أكون مميز بعتبره مستعمل. كم ألف واحد عدى عليه، طب مش الحجر الأسود من أحجار الجنة؟ طب خلاص هجيب حجرين جداد حجرين لسه طازة أنا لوحدي. والله كنت اتخيل ان في حاجه تحت السرير وحجر فوق السرير بينظفوا طاقتي وانام. شوف اللي هيحصل لك لما تصحى. عيش، استمتع، انطلق، بيستجاب لحظيا لان كله مسخر ليك. انسى الجسد وتخيل نفسك قدام الكعبه ومفيش حد غيرك موجود. نفس عميق وطلعه بالراحه، استشعر الطاقه بتاعتها، ولو عايز تطوف طوف وهيحصل لك نفس التاثير. اللي بيطلع بقى يتسلق جبال دلوقتي ويعمل هايكنج هو ده اللي بياخد الفايده اللي المفروض تكون في الحج اصلا. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.